حصلش في اي حته في العالم ان انت في السنه ونص دي 6 مرات تفك القيد. مش طبيعي. فاللي حصل، لو انت ما تقوليش ايه اصل انت قلته فده عادي، لا هو مش عادي. معلش انا اسف، هو مش عادي. مفيش مجلس اداره في العالم دفع في سنه ونص 6 مليون ونص دولار عشان بس يفك القيد. ده مش عادي وده مش انجاز، ده اعجاز. طب حضرتك انت هقول لك حضرتكم اللي بس قلته هقول لك حضرتكم اللي قلته احنا هقول لك معانا الملفات طيب وعارفين فيه ايه في النادي. فندم بس اكمل لك بس حتتي بس. واي حد تاني يقول الموضوع ده عادي يجي يا فندم، مش قصدي على حد من الجمهور يعني. اي حد كان عايز ينزل انتخابات او نزل وسقط او ايا كان والموضوع ده عادي، لا طب تعالى ادفع. مش طبيعي. انا عايز اقول لك، انا احكي لك بس حاجه واحده بس افهمك اللي احنا فيه. احنا فاكر اول فتره انتقالات احنا فكنا القيد في اخر يوم، صح فاكر؟ ايوه تقريبا اخر يوم او قبليها آخر بيوم يوم. حاجه. ليه احنا قعدنا، انا اسف في الكلمه يعني، نشحت من العالم كله عشان بتوع سبورتنج لشبونه يردوا علينا. يردوا بس، مش اللي هو نقسط، يردوا علينا. بص اتكلمنا السفاره والخارجيه وكلمنا مش عارف مين، وكل واحد عنده صاحب واحد عايش هناك. المهم يعني لغايه لما وصلنا لهناك لواحد اسمه زينها، ده نائب الرئيس النادي هناك في سبورتنج لشبونه. حضرتك سامعني؟ سامع اتفضل. يا فندم، انتوا ليه كنتوا بتردوا علينا قال لك انا مرتين يتعمل اتفاقيه بيننا وبين النادي، احنا بقالنا 7 سنين مش عارفين ناخد فلوسنا، ومرتين يتعمل بيننا وبين النادي اتفاقيه والنادي ما بيمضاش. وانا بقى مش هقول اسامي ولا اقول مين ولا، عشان مش عايز اخش في القصص دي. تمام. طيب بعد الكلام، لا احنا اداره جديده وناس جديده وده كذا وده عنده كذا وده شركه كذا، والراجل دخل شاف الاسامي وبتاع. المهم يعني اتفقنا معاهم ان احنا هندفع الرقم بتاع سبورتنج لشبونه ده على 3 مرات. حضرتك سامعني؟ ايوه مع حضرتك اتفضل. سامعينك على شغلان، اتفضل سامعين. على 3 مرات. قلنا عشان بدل ما ندفع الرقم ده كله يعني نحاول بقى نجيب كواليتي مدرب اعلى، نحاول نجيب لعيبه كواليتي اعلى، بدل ما احنا على طول بندور على الفري وبتاع، لا ممكن نخلينا مثلا نجيب لعيب ب1.5 مليون دولار ب2 مليون. فقلنا نظبط الرقم والناس وافقت وكل حاجه. والله ده حصل، والله كمان ده حصل. حد بعت لهم على ميل زينها ده نائب رئيس النادي، هو اللي ماسك الموضوع القواضي عندهم وبتاع، ان الناس دي ماشيه وعندها قضيه وهيتحكم 21/5. والراجل بعت لنا السكرين شوت وقال لنا انا اسف انتوا ناس محترمه وانت اول ناس هتعامل معاها انا اسف. انا اقول لك على حاجه، الراجل قال لنا كلمه يعني، ان الاستاذ عمرو ادم اللي كان بيتكلم معاهم وهاني بيرزي قال لهم انا اول مره اشوف مسؤول في الزمالك بيتكلم انجليزي. والكلمه دي اتقالت من رئيس الاتحاد الافريقي الكابتن حسين لما راح مع زيزو ساعه الجوائز. انا اول مره اتعامل مع حد مع نادي الزمالك بيتكلم انجليزي. بس انا اسف يا جماعه، انتوا ناس عندكم قضيه وممكن تمشوا وانا مش ضامن فلوسي. انا بقالي 7 سنين وممكن مرتين اتعامل اتفاقيه مع نادي الزمالك وانتم ما تمضوش، انا عايز فلوسي كاش. رحنا مضطرين ان احنا ندفع الفلوس كلها كاش. ده بيأثر طبعا. بيخليك بدل ما انت تروح تجيب لعيبه كلاس A واي بلس، بتنزل غصب عنك. فانا قلت انا عارف ما انا عشان عارف انا حليت، ما انا عشان عارف انا فقدت القيد 6 مرات بس. يعني ازاي ما ينفعش تقول لي انسان ايه انا مش مجبر اللي انت تقول لي يعني انا لا. انت لازم تعرف الناس عملت ايه ودفعت ايه. دي المصارحه. زي ما انت عايز تعرف كل تفصيله في النادي، هو انت ليه عايز، مش قصدي عليك انت كشخص يعني، انت ليه عايز تعرف كل تفصيله في النادي وعندي دي تقول لي لا يا عم ما تقوليش حاجه انا مالي، انتوا عارفين قبل ما تيجوا.